السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخويا وحبيبي. النهارده يا جماعه جاي اتكلم معاكم عن قصه قتل الطفل يوسف للطفل محمد. القاتل هنا يا صديقي مش طفل شوارع، القاتل هنا يا صديقي طفل متربي في بيت. خلينا نتكلم يا صديقي عن والدته. الوالده هنا سابت البيت ويقولون انها تزوجت من عمه مرعب، والاب يعمل 6 ايام في الاسبوع يا صديقي عشان يقضي طلبات بيته وعياله. حتى يوم اجازه الاب يا صديقي ما كانش بيبقى فاضي فيه، لان هو الجيران بيقولوا ان هم كانوا بيشوفوا يوم اجازه الراجل ده اللي هو كان بيبقى يوم الاحد السجاجيد منشوره والمراتب طالعه بره في البلكونات بتتهوى، يعني في شغل في البيت الراجل بيعمله. ما هو شايل هنا مسؤوليه اب وام. طبعا انا مش ملم بكل التفاصيل، بس هتكلم معاكم عن اللي عرفته من المصادر بتاعتنا اللي راحت مسرح الجريمة. رئيس المباحث جاله بلاغ اختفاء للطفل محمد رحمة الله عليه، نسأل الله أن يتقبله ضمن الشهداء والصديقين والأبرار. راجعوا كاميرات المدرسة لقوه مشي مع الطفل يوسف. لما راحوا سألوا يوسف فين محمد يا يوسف، طبعا محمد أنكر إن هو شافه اليوم ده. بعد كده رجع قال هو وصلني لحد هنا وبعد كده مشي واختفى. كاميرات المراقبة اللي في أول الحارة عندهم واللي في آخر الحارة عندهم إن محمد رحمة الله عليه خرج من الحارة. كاميرات المراقبه اللي في اول الحاره جابت ان هو دخل الحاره هو ويوسف وما خرجش منها. طب يا يوسف يا حبيبي فين محمد صاحبك؟ قال لهم هو جه وصلني لحد هنا ومشي، معرفش هو راح فين. طب ايه يا حبيبي الجرح اللي في ايدك ده؟ قال لهم ده انا كنت عند جزار واتجرحت في ايدي بالغلط. طبعا هنا رئيس المباحث شك، خد يوسف ومشي بيه. بعد ساعتين رجع بيه المنطقه. طبعا الاهالي لقوا المنطقه اتبدرت. رجال المباحث رجال الامن مشكورين طبعا عشان يسالوا على الطفل محمد راح فين. ويا صديقي كاميرات المراقبه لقت الطفلين داخلين البيت، ولقت بعد ساعتين طفل من الاتنين خرج اللي هو يوسف معاه شنطة مدرسة مشي بيها. راح غاب له ساعة ورجع بعد الساعة طلع تاني شايل شنطتين بلاستيك نزل بيهم. حتى واحد من جيرانه بيسأله ايه يا يوسف ايه الشنط اللي في ايدك دي، انت بقيت تهرب مخدرات ولا ايه؟ طبعا لم يبلي اي اهتمام لكلام جاره، خد بعضه ومشي بالشنطتين. بعد ساعة رجع من غيرهم، وده اثار شك رجال المباحث فيه اكتر. السؤال هنا ايه الطفل اللي مجهز طلبزات ومجهز شنط عشان يلبسها على جسمه ومجهز، هو يعني مهما خياله سرح ده طفل عنده 12 سنة. لولا وجود الموبايل والنتفليكس في حياته ما كانش ألم بكل التفاصيل دي، وما كانش عرف ان هو مثلا يبقى يخطط لجريمة كاملة كده تستخبى عن رجال المباحث يوم واثنين وثلاثة. ده طفل يا جماعة. السؤال هنا يا جماعة ايه الطفل اللي مجهز منشار كهرباء من عدة ابوه؟ بالمناسبة والده نجار مسلح. ايه الطفل اللي مجهز منشار كهرباء وخشب عشان يضرب بيها الولد التاني على دماغه، وسكاكين عشان يقطع الولد، والاكياس اللي هينزل يفرق فيها الجثمان بتاع محمد رحمة الله عليه؟ في النهاية ده طفل كان هيلم منين بكل التفاصيل دي عشان يعمل الجريمة الكاملة من وجهة نظره، لولا وجود الموبايلات ونتفليكس على تليفون يوسف والافلام اللي اتفرج عليها. هو بيقول لرجال المباحث انا اتفرجت على فيلم ونفذت السيناريو بتاعه، خدوا كوبي بس. خطر يا جماعه. ثم قالوا شهود العيان انهم سمعوا صوت خناقه، فقالوا مثلا ده اكيد يوسف والده بيتخانق معاه او بيضربه زي ما بيحصل في اي بيت بيربي ابنه عادي. سمعوا صوت المنشار، حتى صوت المنشار ما وارد برضو ان حد بيشتغل في البيت ده او حد بيشتغل في البيت ده هيشغل المنشار مثلا 10 دقايق ويفصله مثلا ساعتين وبعد كده يرجع يشغله 10 دقايق ويفصله ساعتين. العادي اللي بيحصل في حياتنا لما يبقى جارك مثلا بيعمل شغلانه في بيته، ما هو وارد ان هو يشغل شنيور، وارد ان هو يشغل منشار بيقطع حاجه. ايه اللي استفدناه من القصه دي يا جماعه؟ راقبوا ولادكم بالله عليكم، راقبوا ولادكم بيتفرجوا على ايه، بيصاحبوا مين، مشيوا مع مين، راحوا فين وجوا منين. انا هنا مش بلقي اي لوم على والد الطفل، مش بلقي اي لوم على والد الطفل يوسف، اللوم كله على الست اللي هي سابت البيت ومشيت تزوجت من عمه، يعني زي ما بيقال. ايه ده ايه هو لسه في ناس كده؟ والنصيحه الاخيره يا عزيزي او يا عزيزتي اللي بتشاهدوا الفيديو، انت ربنا كرمك وتزوجت او حضرتك ربنا كرمك وتزوجتي، طالما في حمل حصل وفي مولود جه خلاص انتوا ما بقيتوش متجوزين بعضكم بس، بقى في كائن مسؤول من حضرتك ومن حضرتك. هو والله العظيم 3 مش هيقدر يربيه من غير حضرتك، وهي والله العظيم يا فندم مش هتقدر تربيه من غير
حضرتك. فخلاص لو انتوا شايفين الجوازه مش نافعه، اتجوزوا المولود ده وربوه واطلعوا بيه لبر الامان. بتمنى من ربنا يا صديقي ان يحفظ ابنائكم وابنائنا وان نراهم في احسن حال. قادر كريم ربنا. ما تنساش يا صديقي لو عجبك المحتوى تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب عشان نكمل معاكم بدأنا وبيكم هنكمل ونكبر باذن واحد احد ان شاء الله. سلام.